ولا ده ايه بقى؟ مش عارف انا بقى، ما انا ما اعرفش. اللي يمشي ورا الكلام ده يبقى عايز كده، يبقى عايز يعني يعيش في عزله. هل في دين يقول لك كده؟ هل في اخلاق تقول لك كده؟ هل في فكره اجتماعيه تقول كده ان الواحد يعيش في عزله؟ يعني انا اروح اقعد في بيتي واقفل عليا، طب هاكل منين؟ طب هشرب منين؟ طب هصرف منين؟ طب يعني مفيش كده يا جماعه. الحياه مجتمع. يعني امبارح انا كنت قاعد مع اصدقاء قاعدين نتكلم في فكره انه شخصيه المواطن ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ يعني ايه اللي خلى المواطن المصري بتاع زمان فاكرينه؟ اللي كان يقعد في البلكونه بالفانيلا داخليه والمدام واقفه جنبه لابسه قميص نوم قط في البلكونات، واللي كانوا يقعدوا يلعبوا كوتشينه ويشربوا بيره وبتاع. في ناس كانوا كده كتير. والبيره كانت بتتباع عند الراجل بتاع العصير، عم كامل، بتاع العصير القصب وبتاع البيبسي وبتاع. بس كانوا ايه بقى؟ كانوا يعرفوا ربنا كويس قوي، كانوا متدينين كويس قوي، كانوا يعرفوا حق الجيرة ويعرفوا احترام الشارع ويعرفوا يعني ايه اخلاق. كانت ست تمشي لابسه هي اللي لابساه، مادام هي من الحي على عين الحي كله وراسه، محدش يبص ولا يعمل حاجه ابدا ابدا ابدا. انما النهارده ايه اللي حصل؟ تيجي تبص كده في رمضان، بص معايا، انا مش بقول لك رايي ولا حاجه، انا بقول لك بص معايا وبعدين انت قرر الراي اللي يعجبك.